قضيت 3 أيام وسط النيل مع ده ابني، كده فين؟ مع بتفيلة. وكانوا أحلى 3 أيام ليا وليه. أخدت يوسف ابني الصغير في رحلة داخل مصر عشان يتعلم عن تاريخ بلاده اللي ما اتولدش فيها، وعرفه قد إيه إن مصر مليانة كنوز وتاريخ علم جزء من التاريخ. مفيش زيه في حته. سافرنا على مركب في النيل وزرنا أول مكان أسوان. أسوان، وصلنا إدفو. الأقصر. دخل المتاحف والمعابد وانبهر بتاريخ بلاده اللي يمكن احنا نفسنا بنغفل عنه. وكنت كل شويه اقول له يا ابني دول جدودك هم اللي بنوا العظمه دي. وكان عنده اسئله كتير زي مثلا هم عملوا كده ازاي او ايه قصه المكان ده. وعشان انا اكيد مش افضل حد يتكلم عن التاريخ، فاستعنت بحد ذو علم عشان يحكي له كل تفصيله في التاريخ. المصريين القدماء كانوا بيهتموا بالأسرة، أب والابن في العصر المصري القديم كانوا عايزين يقولوا إنه ما لم يكمله الأب كان لازم يكمله الابن بعد كده. كانت تجربه انا محتاجه قبل يوسف، صنعنا فيها ذكريات وعشنا فيها مواقف، والاهم انا وهو اتعلمنا كتير عن بلدنا.